لو نظرنا إلى الأمم السابقة أو لو نظرنا إلى أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان انتصارهم على أعدائهم وكيف كانت قوتهم مع أعداء الله عز وجل، ما أعطاهم الله القوة في المعارك مع أعداء الله إلا بعد أن رزقوا زيادة الإيمان. فبزيادة الإيمان يكون الانتصار على الأعداء، بزيادة وقوة الإيمان بالله وبسيدنا محمد رسول الله وملائكة الله وكتب ورسل الله يكون النصر والفرج بإذن الله. سيدنا خالد رضي الله عنه سطر لنا أعظم مشهد تاريخي يذكر إلى يوم القيامة في المعركة بتعظيمه لشعائر الله. كلما زاد تعظيمنا لشعائر الله ولشعائر الإسلام كان بإذن الله الانتصار. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يحمل في خوذته شعرة من شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت منه أثناء المعركة فلم يجدها إلا أنه وجدها في منتصف العدو، فأراد الذهاب لكي يأخذ تلك الشعرة، فأراد بعض أصحابه أن يمنعوه. لماذا؟ قال خوفا عليه من أن ينال منه العدو. فذهب وتقدم سيدنا خالد بن الوليد، تقدم إلى العدو وإلى منتصفه وأخذ شعرة من شعرة التي سقطت منه ووضعها على رأسه وعاد سالما سليما. لماذا؟ وبماذا حصلت له هذه القوة؟ وقوة القلب إنما حصلت له بقوة الإيمان بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بعضهم ويريد أن يصارع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نال من القوة لم ينل أحد مثله من هذه القوة. قال يا محمد أريد أن أصارعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو صارعتك أنا؟ فقال يا محمد لم يصارعني أحد إلا غلبته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو صرعتني لك في هذه الصرعة 100 من الغنم، أي أنك إذا صارعتني وغلبتني لك 100 من الغنم. فتعجب ذلك الرجل فقام إلى رسول الله، وقام النبي صلى الله عليه وسلم قال فلنبدأ. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتصارعا حتى صارعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي غلبه، وهو كان قويا جسمه شديد البناء عريض الأكتاف، فغلبه فرمى به على الأرض. فقال يا محمد والله، قال يا محمد لم يرمني أحد على الأرض قبلك أحد قط، أنت أول من رماني على الأرض بقوته. ثم قام مرة ثانية فقال يا محمد لك في المرة الأولى ولكنها في الثانية هي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتصارعا حتى صارعه النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثالثة أيضا صارعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي غلبه. فقام الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإيمان
يدخل الناس إلى الإسلام، بالإيمان يكون النصر بإذن الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة أهم الأعمال التي تزيد الإيمان هي كثرة الأعمال الصالحة وكثرة الطاعة لله عز وجل، لأن الطاعة تجر إلى طاعة، والطاعة تورث الحسنات، وإذا زاد رصيدك في الحسنات زاد إيمانك بالله عز وجل. أيضا ومن الأعمال التي تزيد في الإيمان هي كثرة الذكر لله عز وجل، لأن الله عز وجل وصف أهل الإيمان وقال عنهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن جملة الأعمال الصالحة التي تزيد في الإيمان هي تلاوة القرآن. تلاوة القرآن أيها الأحبة، القرآن ما نزل على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن فهموا معنى الآيات، ثم بعد ذلك تدبروها، ثم بعد ذلك خشعوا بها وطبقوها في حياتهم وحفظوها، نزلت الآيات التي بعدها. لماذا؟ كلما زاد تلاوتك وتعظيمك لكتاب الله عز وجل وشعرت بالخشوع أثناء التلاوة زاد الإيمان لله عز وجل. الله عز وجل وصف أهل الخشوع في القرآن فقال عنهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وأما أهل الغفلة يقرؤون ولا يفهمون، يقرؤون ولا يخشعون في التلاوة، فقال الله عنهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا على إيماننا، وأن يزيدنا أعمالا صالحة على أعمالنا، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. أقول هذا القول أستغفر الله.